هو معهود من كل سنة تميز مهرجان الزهور والحدائق. السنة هذه كان عندنا أفكار جديدة أضفناها، فكرة الجدار الترحيبي، فكرة الحدائق النموذجية الموجودة معانا في المهرجان. هي أفكار مستوحاة من تصاميم موجودة فعلا في الهيئة الملكية تمت إضافتها. والله ما شاء الله المهرجان السنة هذه وكل سنة هو عن سنة يزيد عن سنة ما شاء الله. السنة هذه فيه توسع كبير، فيه زوار كثير ما شاء الله. نشكر اللجنة المنظمة، نشكر العاملين، شيء يرفع الرأس ما شاء الله. و يعني توجوها بالصورة الرائعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يطول عمره. وهذه هي يعني أحلى ما بالمهرجان السنة هذه ما شاء الله، وكل شيء فيه حلو صراحة. يعطيكم العافية. للهيئة الملكية بينبع، وأحد ميزاتها صراحة اللي بتنفرد فيها عن باقي المدن داخل وخارج المملكة. وشيء مشرف أن نشوف في مدينتنا مهرجان كهذا المهرجان، وخاصة وأنه مدينتنا فازت بالعديد من الجوائز في مجال التنمية المستدامة والتشجير، وهي مدينة خضراء بصراحة بكل المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا زرت المعرض العام الماضي ووجدت أنه في هناك فرق بين العام وبين هذه السنة. تجد أنه في يعني تميز من حيث الإخراج والعرض، وأيضا حتى من حيث الفعاليات الموجودة. والحقيقة لم يغفل القائمين على هذا العمل عن حتى الطفل أخذ حقه في هذه الفعاليات. لكن الحقيقة إنه اللي عاجبني إنه الناس هذولا نجحوا العام الماضي، لكنهم هم دائما يبحثون عن نجاح. وأعتقد إنه هذا عمل فترة طويلة إنه عملوا هذا. أعتقد إنهم يطمعون بنجاح أفضل من نجاحهم العام الماضي، وهذا دليل على النجاح اللي يقوموا فيه. وأنا الحقيقة يعني مبهر بهذا العمل المميز اللي هو نابع من تميز الناس العاملين اللي قايمين بهذا العمل، اللي هم الحقيقة مو ظاهرين لكن يظهر عملهم من خلال هذا اللي احنا شفناه. حقيقة انه كثير من الكلام ابغى اقوله عن الناس هذول وعن العمل اللي يقوموا فيه. نتمنى انه نشوف في السنة القادمة. انا ما ادري ايش حيصير في السنة القادمة. اعتقد انه حيكون في نجاح، يعني في شيء حيقدموه في تميز اكبر، وهذا دليل على نجاحهم. واتمنى من الله يوفقهم، وما عندي كلام اكثر من كذا اقول لهم حقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي في البدايه اشكر الهيئه الملكيه في ينبع على راسها سعاده الرئيس التنفيذي والمهندس صالح الزهراني وكافه فريق العمل على هذا الانجاز اللي فعلا شعرنا ونشعر انه اصبح جزء من المنظومه اللي نفرح فيها سنويا. الحمد لله جهود واضحة ملموسة للقاصي والداني. أنا بقول لزملائنا هذه جزء من المسؤولية الاجتماعية اللي تقوم فيها الهيئة الملكية تجاه المجتمع. كل يتمناه للأخوان التوفيق، وجزاهم الله كل خير على هذه الجهود.
fantastic. It's like nothing I've seen anywhere else in the world. There's other cities that have flower type festivals, but nothing on this scale. Nothing with the breadth, the volume. The smells are incredible. You really have to come here and just smell it for yourself. It's really wonderful.